استلم الآن الرسالة دي من مرشدك الروحاني، ومش صدفة تظهر لك أو يظهر لك الرسالة دي أو الفيديو ده. معكم صابرين، والطاقات الإيجابية هي مرشدة لكل من يستمع إليها. أنت في مرحلة فيها همدان في الجسد، حاسس إن الرزق غير الأول، والناس اللي الحمد لله ربنا مش ناسيها من الرزق، بس اللي جاي على قد اللي رايح زي ما بنقول. ايه المطلوب منك؟ اولا الرسالة اللي جايه لك خاصة بوجع الجسد، بالهمدان، النوم الكتير. قلت ده رصد قوي جدا جاي على جسدك نتيجة عين ونظرة، وذكرت في فيديو قصير قبل دوت ان ده اختراق لجسدك، يعني عين صابت البدن عندك. العين صعبة جدا، ولو تمادت في الجسد بدون تنظيف ايه اللي بيحصل؟ بيبقى ليها رصد، والرصد ده بيبقى اقوى من السحر لانه بيتحول بعد كده بمس. فنفهم الامور جيدا. طب ايه علاجه؟ قلت لك احضر كوب من المياه، اقرأ الزلزلة والممتحنة بعدد فردي، هتمسك المية هتشاهد عليها 7 مرات، وهتقرأ الزلزلة، قريش، الكافرون، الهمزة، الشرح، كل منهما 7 مرات، الصور القصيرة. وهتشرب المية دي بيبقى عليها بعدد فردي ورق السدر، يعني 1، 3، 7 كده. خلصنا من النقطة دي. طب النقطة التانية اللي خاصة بالمال، إخراج الصدقات يوميا. ورقم 1 في علاجي هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، الالتزام للصلاة. إخراج الصدقات رقم 2 ده مفتاح تيسير لكل حاجة. صدقت يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه: ما نقص مال من صدقة. علاج كل شيء الصلاة على النبي. مفتاح الصلاة هو الصدقات. يا بخت اللي بيرشدك على الباب ده، يا بخت اللي بيرشدك. ثانيا الخاصة بالمال والرزق، هتعمل ايه؟ هتقرأ سورة التكوير كاملة. ثانيا هاجي عند آية 17 هقرأها 108 مرة وهكمل تاني الآية. يا ريت يكون الصبح، يا ريت يكون الصبح. منساش صلاة الضحى، منساش الصلاة على حضرة الحبيب المصطفى بالصيغة يا روحاني يا نوراني، لاني بوجه الكلام ده لكل مرشد وهو يعلم جيدا ان عنده قدرات اعلى بكتير من حوله، وفي معالجين بالفعل هنا جاتهم الطاقة دي. ابشر بفضل الله.